هددت الإسرائيلية نيلي كوهين الصحفي الجزائري المعروف بعدائه الكبير للمغرب والتهجم عليه صباح مساء مصطفى بونيف بملفاته الجنسية الكثيرة. وهاجمت نيلي كوهين من أسمته بطبال الكبرانات من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر جاء فيها: كل مرة أتصفح تويتر يطلع لي هذا الوجه المشؤوم الذي أشعر بالغثيان كلما رأيته شكله، وأتذكر أن كل من يسبونني في التعاليق من الكراغلة هم من أشباه هذا الكائن الذي لا ينتمي لجنس البشر. وأضافت قائلة: لم أحدد جنسه للآن. طبال الكبرانات العفن، كلامه كله سب وقذف ووساخة. وختمت تغريدتها بالقول: بونيف ملفاتك الجنسية كثيرة، احذر. وتعليقا على التغريدة كتب أحد متابعي الإسرائيلية نيلي كوهين قائلا: كون غير شي راجل، هذا راه من صحاب قوس قزح، في إشارة إلى أنه مثلي جنسي. من جانبه حاول بوق كبرنات الجزائر التظاهر بعدم اكتراثه بالموضوع في رده على الإسرائيلية نيلي كوهين، حيث كتب يقول: نيلي كوهين الصهيونية تهددني بملفاتي الجنسية وأنا الآن ميت من الرعب والخوف.